الحلقة الجاية هي الحلقة ال25، وهي المحطة الأخيرة في رحلتنا، بس هي المحطة الأولى في حياتك الجديدة. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. الخروج من السجن الرقمي والعودة للحياة، ده محور حلقتنا النهاردة. عارف ايه هو أصعب وأقوى سجن في العالم؟ اللي قضبانه إشعارات، واللي حيطانه شاشة 6 بوصة، والمسجون فيه انت عارف الحاجة اللي توجع أكتر ايه؟ إن المفتاح في جيبك وانت قافل على نفسك وبتقول إنك حر. فاكر لما قلنا السوشيال ميديا خلتنا نهرب من خناقة ومن كلمة ومن قرار ومن موقف، وإن الموبايل مخدر بنروح له لما الواقع يوجعنا، بس المخدر ده عمره ما كان بيعالج. خليني أحكي لكم النهاردة قصة شاب اسمه أحمد ده كانوا بيقولوا عليه ملك السوشيال ميديا في دايرته. بوستات عن النجاح، صور في كافيهات، حياته كلها عبارة عن صور وستوري بينزلها، لدرجة إن أحمد ده كان عايش علشان اللايك، وإنه فقد القدرة إن هو يحس باللحظة لو ما تصورش. في يوم أحمد فقد أغلى إنسان عنده، والده. في اللحظة دي وهو في قمة حزنه وانكساره لقى نفسه بيمسك الموبايل وبيصور الجنازة، وفجأة صرخ جوه نفسه: أنا بعمل إيه؟ اكتشف إنه بقاله سنين راكب والسوشيال ميديا هي اللي سايقة. اكتشف إنه بقى مسخ رقمي من غير روح. أحمد في اليوم ده ركن الموبايل وقفل عليه أسبوع، وقعد يبكي. بكى بكاء ما بكاهوش من سنين. عرف إن الدركسيون كان ضايع منه، وإن الهروب للموبايل خلاه ينسى طعم الوجع الحقيقي. والوجع الحقيقي ده هو اللي بيصنع الرجالة اللي بجد. خد بالك، الموبايل ما بيشيلش الوجع، الموبايل بيأجل المواجهة. واجه وجعك النهاردة علشان ما ياكلكش بكرة. احنا في السلسلة دي مش بنقولك ارمي الموبايل، بنقولك امسك الدركسيون، سوق انت. ما تخليش فيديو تافه هو اللي يبوظ مودك الصبح. ما تخليش كومنت سلبي يهدم يومك. انت انسان ليك قيمة وليك اثر، وعلشان تخرج من السجن ده محتاج تعمل 3 حاجات: انك تعترف وتقول انك كنت بتهرب وهربان، انك تواجه وتقعد مع نفسك تسمع نفسك من غير ما تفتح اي حاجة تلهيك، انك ترجع تاني تتحكم وانت اللي تقرر امتى تفتح الموبايل وتفتحه ليه وتفتحه قد ايه. احنا اتكلمنا في 23 حلقة عن الفضايح والمشاكل، والنهاردة بنحط ايدينا على الجرح الحقيقي. انت محتاج حياة جديدة. عايزك دلوقتي تغمض عينك للحظة وتتخيل معايا كده ان الموبايل اختفى من العالم كله. مين هيفضل جنبك؟ مين اللي هيسمع وجعك؟ مين اللي هيفتكرك ولو كلمة طيبة؟ التعافي اللي بدأناه سوا مش خطوة بناخدها ونعملها علشان نبقى شطار، دي معركة استرداد روح. جملة اللي عايزة تتحفر جوه قلبك: انت مش صدى للي العالم عايزه، انت صوتك، انت نفسك.
خلاص وقت الهروب انتهى. وقت ما كنت راكب والسوشيال ميديا هي اللي سايقة خلص النهاردة. انت النهاردة بتمسك الدركسيون وتسوق. وهنخرج من السجن ده مش بانك تكسر الموبايل، بانك تعمر قلبك. الحلقة الجاية هي الحلقة ال25، وهي المحطة الأخيرة في رحلتنا، بس هي المحطة الأولى في حياتك الجديدة. هنتكلم فيها عن الأثر، عن الحاجة اللي هتفضل لما شاشتك تطفي للأبد. استعد للختام، لأن الختام مش مجرد نهاية حلقة، الختام هو ميلادك الحقيقي. وصل.